الأم لازم تروح الطوارئ طبعًا لو ابنها سِخِن، بس هي الأول حسب درجة الحرارة، الأول بتبتدي بالحاجات بتستشير الدكتور، بتدّي له حاجات اللي هي مسكنات اللي تقدر تضبّط بيها كل 4 ساعات، لقيت إن الحرارة مش قادرة تعمل عليها control يُفضّل إنها طبعًا ما تستناش كتير وتروح تشوف إيه سبب السخونة، بيتعمل له تحاليل وأشعّات ويتعالج ويبقى كويس. اي سخونيه ما حدش بيعرف السخونيه دي سببها ايه، يعني السخونيه دي حاجه من الحاجات المهمه جدا للاطفال، فلما الطفل بيسخن ما حدش فينا بيعرف ولا ام بتعرف سببها ايه، هل سببها فيروس في المخ، هل سببها التهاب في الرئه، هل سببها حاجات تانية مش مرئيه بالنسبه لها. لازم تعمل تشيك. اي سخونه هي ريد فلاج بالنسبه لنا، لازم نحافظ لازم نخلي بالنا. ريد فلاج احنا مش عارفين، يعني ممكن سخونه 38 ونص وفي فيروس في المخ، ممكن تكون 37 و9 من 10 وفي ميكروب في المخ، ما حدش فينا بيعرف الا بالتحاليل والاشعاعات والابحاث والكشف.